الفيديو ده معادنا مع شرح الدوائر الرئيسيه في ماذر بورد جيجا بايت جي اي H61M شرطه S2B شرطه B3. هنا مش متوفر معانا المخطط، هنشتغل بملفات الداتا شيت الخاصه بالمكونات الالكترونيه الموجوده في الدوائر الرئيسيه في الماذر بورد. في الاول بنستعرض صوره رئيسيه للماذر بورد علشان نشوف. هنا طبعا واضح قدامنا اسم الموديل مكتوب، وهنا السي بي يو سوكت 1155. طبعا الرقم ده بيدل على عدد الريش اللي موجوده جوه او الاطراف، يعني لو 775 يبقى 775 طرف، لو 1155 يبقى في 1155 طرف. وهنا عندنا طبعا دي رامات السلوتات الخاصه بالرامات الدي دي رام 3، محفور عليها طبعا فرق الجهد الخاص بتغذيه رامات الدي دي رام 3 هو 1.5 فولت. وهنا عندي دي دايره البروسيسور في بي دبليو ام كنترولر رئيسي. وهنا عندي موسفيت درايفرز او مشغلات موسفيت منفصله خارجيه، طبعا بتاخد موجات من البي دبليو ام كنترولر الرئيسي فتشغل بوابات الترانزستورات اللي هنا، يعني هي بتاخد من البي دبليو ام كنترولر الرئيسي وبعدين تدي موجات تشغل بوابات الترانزستور، والترانزستورات اللي موجوده في دايره البروسيسور تبدا تطلع فرق جهد خاص بتغذيه البروسيسور. هنا الموسفيت درايفر منعزل عن البي دبليو ام كنترولر، لان في بي دبليو ام كنترولرز موديلات بيبقى الموسفيت درايفر موجود مدمج جواها، فتبدا هي تطلع نبضات دايركت على الترانزستورات. انما هنا في اي سي وسيط في الموديل ده، في اي سي وسيط في الاول اللي هو اسمه موسفيت درايفر اللي هو في النص، ده اللي بينقل الموجات ما بين البي دبليو ام كنترولر ويروح يشغل الترانزستورات. وهنا عندنا دايره الرامات بيبقى موجود فيها برضه بي دبليو ام كنترولر بيتحكم في 2 ترانزستور علشان يطلعوا فرق جهد خاص بتغذيه الرامات الدي دي رام 3، والمفروض يكون 1.5 فولت. هنبدا دلوقتي بدايره البروسيسور. معانا هنا الاي سي الاي اس ال 6364. هنشوف الملف الداتا شيت الخاص بيه. طبعا ملفات الداتا شيت معظمها متوافر على الانترنت مجانا بتتيحه الشركات المصنعه. هنا طبعا هو من انتاج شركه انترسيل وهو بي دبليو ام كنترولر. وهنا ترتيب الاطراف الخاصه بيه اللي هو البين كونفيجريشن. في النوع ده من الايسات اللي بيبقى الموسفيت درايفر موجود بره بتلاقي الاطراف مش مكتوب عليها يو جيت وال جيت، هنا بتلاقي مكتوب عليها بي دبليو ام 1 بي دبليو ام 2 بي دبليو ام 3 4 وهكذا، وبيطلع منها موجات تروح للموسفيت درايفر الاول اللي هو الخارجي، وبعدين الموسفيت درايفر يبدا يطلع موجات من اطراف خاصه بيه اسمها اليو جيت والال جيت يشغل الترانزستورات. يعني هنا بيبقى تشغيل الترانزستورات على مرحلتين اثنين، من البي دبليو ام كنترولر للموسفيت درايفر وبعدين من الموسفيت درايفر للترانزستورات زي ما واضح قدامنا هنا في التيبيكال ابلكيشن اللي موجوده جوه ملف الداتا شيت الخاص بالموديل ده. هنا طبعا البن اللي هي البي سي سي بتاخد فولت التشغيل عشان الاي سي يبدا يشتغل، فيطلع موجات من الاطراف اللي اسمها بي دبليو ام تشغل يعني اي سيات وسيطه اسمها الموسفيت درايفر. فالموسفيت درايفر يبدا يطلع موجات من اليو جيت والال جيت تشغل ترانزستورات، فالترانزستورات يطلع منها فرق جهد خاص بتغذيه البروسيسور. هنا الموسفيت درايفر بيجي له موجه من الطرف اللي اسمه البي دبليو ام علشان هو يبدا يطلع موجات من اليو جيت والال جيت فتشغل بوابات الترانزستورات، والترانزستورات بعد ما بواباتها تشتغل بيبدا يطلع منها فرق جهد خاص بتغذيه البروسيسور. اتفقنا طبعا ان الترانزستورات دايما في التصميمات دي بيبقى في واحد منهم بيخرج منه فرق الجهد الخاص بتيار تغذيه الحمل بيخرج من السورس، والتاني بيبقى السورس بتاعه مربوط على ارضي فبتقيس من على الدرين. الترانزستور اللي معانا هنا ده طبعا بيخرج منه تيار تغذيه الحمل من السورس، اما الثاني اللي تحت لما بيجي يمر فيه تيار بيلاقي السورس مربوط على الارض فبيطلع من الدرين. يعني في كل ترانزستور على حسب وضعه في الدايره. في ترانزستورات هتلاقي فرق الجهد الخاص بتغذيه الحمل اللي هو في الحاله دي البروسيسور بيطلع من السورس خاص بالترانزستور، وفي ترانزستورات هتلاقيه بيطلع من على الدرين
عشان لو ما لقيتش فرق جهد على السورس تروح تقيس من على الدرين بجهاز المالتي ميتر. وهنا عندنا الداتا شيت الخاصه بالاي سي الوسيط اللي هو الموسفيت درايفر، لان هو منعزل مش مدموج جوه البي دبليو ام كنترولر، هو مكتوب عليه ان هو سينكرونس ريكتيفايد موسفيت درايفر. هو هنا الموديل بتاعه اي اس ال 6609، وبيبقى غالبا مسؤول عن تشغيل بوابات 2 ترانزستور. هنا واضح طبعا البين اوت او البين كونفيجريشن الخاصه بيه. هو بياخد بي سي سي من البين رقم 6 عشان يشتغل، وبياخد الموجه البي دبليو ام من البين رقم 3، وبعدين يبدا يطلع من ال جيت اللي هي البين رقم 5 واليو جيت اللي هي البين رقم 1 موجات تشغل الترانزستورات اللي موجوده في دايره البروسيسور. هنا دي طبعا تيبيكال ابلكيشن او زي نموذج لدايره لمحاكاه وضع الاي سي، يعني بيبقى موجود ازاي جوه البورده. هنا واضح طبعا ان هو بيبقى مرتبط ببي دبليو ام كنترولر رئيسي، بيديله موجات بي دبليو ام الاول، وهو بياخد طبعا فرق جهد خاص بتشغيله من الفي سي سي، فيبدا بعد كده يطلع موجات من اليو جيت تشغل ترانزستور اقصد، عشان الترانزستور يمر فيه تيار من الدرين للسورس، ويبدا يروح على البروسيسور عشان يغذيه بالفي كور. والال جيت برضه بتشغل بوابه ترانزستور ثاني فيمر فيه تيار من الدرين للسورس، بس السورس هنا مربوط على الارضي، فالتيار تغذيه البروسيسور بيطلع من الدرين. ونفس الحال مع برضه لو في اكتر من موسفيت درايفر في الدايره، بتلاقي كل موسفيت درايفر بيشغل 2 ترانزستور، بيشغل بوابه 2 ترانزستور يعني. وهنا عندنا دي الترانزستورات اللي موجوده في الدايره، اللي هي بتبقى نهايه المطاف طبعا هي اللي بتطلع فرق الجهد الخاص بتغذيه البروسيسور. هنا واضح طبعا ترتيب الاطراف الخاص بيها عشان تبقى عارف انت بتقيس. اول 3 اطراف سورس، وبعدين الطرف الرابع البوابه اللي هو الجيت، وبعدين الاربع اطراف التانيين اللي هم 5 و6 و7 و8 بيبقوا درين. في موديل ثاني برضه، لان احنا قلنا دايره البروسيسور غالبا بيبقى فيها 2 موديل ترانزستور مختلفين في رقم الموديل يعني، وهما غالبا بيبقوا ان تشانل موسفيت. ممكن تلاقي الترانزستور موسفيت بثلاث اطراف رئيسيين او 8 اطراف، بس ال8 اطراف دول في الاخر زي ما اتفقنا بيمثلوا 3 اطراف اللي هم سورس والجيت والدرين، او الجيت والدرين والسورس يعني. بيبقى موضح لك هنا مثلا ان الجيت دي رقم 4، والسورس ده 1 و2 و3، والدرين بيبقى الباقي اللي هو 5 و6 و7 و8. هنا طبعا واضح قدامنا الترانزستورات الموسفيت اللي موجوده في الدايره. هنا 1 و2 و3 قلنا بيبقوا السورس، والرابع بيبقى البوابه اللي هو الجيت. وهنا برضو الترتيب اللي هنا ممكن شايف هنا وضعهم، انت بتعد من عند النقطه اللي هي الدائريه اللي موجوده، ده الطرف رقم 1، تبدا تعد على هذا الاساس. يبقى 1 2 3 من عند الحفره الدائريه اللي موجوده على الترانزستور. وقلنا الحفره دي بتبقى طبعا جنب البن رقم 1 دايما. ممكن تبقى حفره في حاجات، وممكن تبقى نقطه مطبوعه على حسب. هنا معانا دايره الرامات فيها بي دبليو ام كنترولر اي اس ال 6545، هو من انتاج شركه انترسيل. بيشغل طبعا 2 ترانزستور علشان يبداوا يطلعوا فرق الجهد الخاص بتغذيه الرامات الدي دي رام 3 اللي اتفقنا ان هو 1.5 فولت. بتيجي موجات طبعا من البي دبليو ام كنترولر تشغل بوابات ال2 ترانزستور هنا، فالترانزستورات يمر فيها تيار من الدرين ويخرج من السورس تيار ليه فرق الجهد الخاص بتغذيه الرامات. ولو السورس مربوط على نقطه ارضي يبقى هيخرج من الدرين في بعض الترانزستورات على حسب وضعه في الدايره. هنا طبعا ده ملف الداتا شيت الخاص بيه، ومكتوب ان هو سينكرونس باك بي دبليو ام كنترولر. بياخد طبعا فرق الجهد الخاص بتغيير التغذيه الخاصه بيه من البن رقم 5 عشان يشتغل، فيبدا يطلع من اليو جيت والال جيت موجات تشغل بوابات الترانزستور. هنا تيبيكال ابلكيشن ان هو بياخد من الطرف رقم 5 زي ما قلنا فرق الجهد الخاص بتيار التغذيه للاي سي نفسه، فيبدا يطلع موجات من اليو جيت والال جيت علشان يشغل الترانزستورات اللي موجوده في الدايره. ترانزستور منهم طبعا هيطلع منه فرق الجهد من السورس، والترانزستور الثاني السورس بيبقى مربوط على الارضي فهيطلع من الدرين. عندي هنا طبعا اي سي اللي هو الريجوليتور اللي هو الترمينيشن ريجوليتور ار تي 9173 دي، ده بيبقى مسؤول عن اخراج فرق الجهد اللي هو الدي دي ار في تي تي اللي اتفقنا ان هو بيبقى 50% من قيمه فرق الجهد الخاص بتغذيه الرامات. بيدخل له طبعا فرق الجهد الخاص بتشغيله الاول، وبعدين بعد كده بياخد فرق الجهد الخاص بتشغيل الرامات عشان يطلع 50% من قيمته. هنا الفي ان واضح قدامنا انها ممكن تبقى 2.5 فولت او 1.8 فولت او 1.5 فولت.
يعني ممكن تبقى خاصه برامات دي دي رام 1 او 2 او 3. وتطلع طبعا نص قيمتها، يعني لو داخل ليه 1.5 فولت بيخرج فرق جهد 75%. يعني طبعا واضح مكانه بيبقى دايما جنب دايره الرامات. RT91 هنقلبه طبعا عشان نشوف الرقم مظبوط. RT9173 جي.